السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما يا جماعه جايب لكم ان شاء الله فيديو جديد النهارده معايا، بس المره اللي فاتت ما حطيتلكمش ارقام التليفونات ولا العنوان. المره دي ان شاء الله بشيء الرحمن هحط لكم رقم التليفون والعنوان. بس قبل ما نبدا ونقول اي حاجه نصلي على النبي، وما تنسوش يا جماعه الاشتراك واللايك وفعلوا الجرس. وشكرا لاي حد مشترك معانا او يشترك معانا النهارده عم محمد بتاع العملات القديمه، اقدم واحد في العتبه. لو معاك العملات اللي العم محمد بيقول عليها ديت هتبقى مليونير. يا رب الفيديو لو عجبكم ما تنسوش الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مصريه كلها انا بشتري برضه لو في حاجه بص عليها سعودي اماراتي عماني كويتي قطر اي حاجه معدن ورق. في مثلا سوداني ما باخدش. مش هي سوداني ال10 السوداني 10 10 جنيه 10 جنيه سوداني مش عارف ليه نطلع شغاله دلوقتي هو عايز سوداني عامه ما باخدش سوداني بس تبقى انت في السوق. ال 500 باخدها انا ب 12 جنيه ما بزيدش عن كده، ما بعرفش ابيعها بصراحه. شيك الورق لا فضه اللي هي المعدن اللي هي الحمراء محمره ولا بيضه؟ البيضه ملغيه، الحمراء اللي شغاله. انا معايا فلوس سعوديه. ما جراش حاجه سعودي ورق اخد. لو في سعودي قال سعودي بن عبد العزيز نخل بس معلش صور اخد سعر غالي اللي هو عليه نخل بس معلش صور قال سعودي القديم في الكلام ده. بص عليه كده. طيب اصدار فيصل اللي عليها فيصل اللي هي الحمراء 10 ريال الحمراء اللي عليها فيصل اخدها بسعر حلو، يعني ممكن اخد ريال فيها لحد 30 جنيه 40 جنيه. تقربت مكاني هنا ولو في حاجه عرضها بص عليها. طيب بس حطيت بيعمل كام دلوقتي؟ لا بس حطوط لو انت عايزاه انا اجيبه لك ب 200 جنيه 230 جنيه مش غالي مش غالي حسب حالته. ممكن يجي حالته مبهدله يعملوا 40 جنيه مثلا لو حالته مبهدله تعبانه مخبطه. انما لو واضحه سليم جديد النهارده 230 جنيه 240 جنيه. الناس اللي لك ب 1000 جنيه و 3000 جنيه يا ستي اسمعي كلامي انا عامه انا واحد من الناس لو جاني هنا بقول ب 200 جنيه لو حالته نضيفه صح مش غالي. ضربه في انسان اصلا. هي القصه كلها ان من كتر الغنى على الحاجات دي على الواتس هي اللي خلت الناس تتمسك بالحاجه بس. انما هو مش غالي موجود في السوق لو عايزاه اجيبه لك عادي. طب الملك فؤاد والملك فاروق والناس دي الملك فؤاد والملك فاروق فؤاد ريال كبير بس هو اللي غالي. هو ده غالي يعمل كام؟ يعني الريال الكبير يعملوا 2000 جنيه مثلا. الريال الكبير 2000 جنيه. ولو حالته نظيفه انا اقول ب 2400 ابيع ب 2000. انما لو جديد لانج اخد بثلاثه. لو جديد شوف لانج علبته طالع بعلبته اخد 3000. لو 3000 جنيه ممكن يعدي معايا انا لو شفته. الملك فاروق بس لو جديد لا ما بيكونش متلمع ببودره والكلام ده. تمام. الجديد والفريم بتاعه الجنزير من فوق نضيف كانه طالع من المكنه زي ما هو اتلمس كده فهمت. زر الطربوش ما يبقاش ناعم. فاروق مش بتكلم على فؤاد رخيص. فؤاد يوم ما يضربوا الدم لو جديد لانج يعملوا 2000 ونص مش غالي. هو الجنيه بتاعه ده الريال بتاعه اللي الريال هو بتاعه. فؤاد. انما فاروق هو اللي مطلوب. فاروق هو المطلوب اكتر. فلما بيكون انصر بالنسبه لنا كبتوع عمله انصر كانه طالع من المكنه. انما لو اباوت انصر اقل شويه بينزل في سعره. لو انصر معاك لحد 3 ونص اشتريه. 3 ونص كانه طالع من المكنه. انما لو حلقه اقل اباوت بس مش مخبط وسليم نظيف اخده ب. انما لو حلقه عاديه خالص يبدا من 2000 جنيه. في ربع جنيه اللي هو السد اسمه السمك بس كبير. اللي يربع السند كتير. في يربع سند كتير قوي. ابن مين يربع سند؟ محمد امين فكري سنه 52 في اول توقيع في الوزير مضى عليه. احمد زكي سعد سنه 56 انهي فيهم؟ عبد الجليل العمري. لا احمد زكي سعد. ما هو انت طالعه كل دول ماضيين على الايه الربع. اصل بصي سند بالنسبه لنا احنا قبل 52. انما اللي انا بتكلم فيه ده جمهوري اللي انا بتكلم فيه دلوقتي ده. ده جمهوري. ده جمهوري. لا انا بتكلم على اللي هو قبل عليه الجمل اللي هو الربع الصغير اللي عليه الجمالين ده. الواحد صاحبه وماشي ده ماضي عليه نيكسون خط عريض وخط رفيع شغلانه لازم يتشاف. لازم يتشاف. طب ده لو كده موجود بالظبط بتعمل كام؟ حالته كام في المية؟ حالته بص ده موجود مع ناس صوريه وبعدين لا معايا انا حاله 70%. لو 70% في وقتنا الحالة يعمل له سكه 750 جنيه مش غالي. انما لو 90% او فوق ال 80 ممكن يعدي ممكن يعمل سكه 1000 وي. انما لو 70% عادي. انا كان بيجي لي 70% من سنه كنت ببيعه ب 500 جنيه. 70% طب انا اصل يعني ما عندوش طلب قوي. اللي عليه طلب بصي اصل في حاجه انت مش واخده بالك منها. الناس دلوقتي بتدور على اي حاجه عليها صوره الملك. انت كده فهمت. جنيه ورق 5 ورق 50 100 دول اللي اتعملوا ورق عليهم صوره الملك والبريزه والشيلن الورق. تمام. المجموعه دي من عدد 10 ما حطش عليها صوره الملك. لكن اللي اتعمل في عهده ال10 اللي هي النخل الساقيه من ورا. تلاقي الساقيه والمؤاخذه البيمه ساحبه الساقيه وبتلف ده اسمها 10 الساقيه. 10 الساقيه وفي 10 ثانيه جت لنا بقى زمان ما اظنش انها جت في ايد حد قليل قوي يعني اللي اسمها 10 الحمار كوبري القبه. اسمها 10 الحمار كوبري القبه عليها كوبري القبه مرسوم عليها.
تمام. في 5 جت معاه اللي هي الشراع المريح، دي قليله كده. دول بقى اللي جولي ببيعه زمان، كانت بيعه كبيره زمان. كده حاجات نادره. لا ده راجل كبير معرفه ليا، شغال في مسرح من المسارح ويعرف ناس، فخدني وداني عند ناس عندها الشغل ده، فانا اشتريت. واخده بالك؟ جنيهات انجليزي زرقاء على ايام فاروق، كل حاجات ما فيهمش حاجه على ايام الا ديت، بس امضه نظمي قليله جدا. جاتني عشرات من دي في البيعه، في قلب البيعه، يعني العشرات الجامعه دي في منها نظمي اول اصدار سنه 69، قليله يعني ما بتجيش كتير، ليها نظمي بتكون جديده قليله. جنيهات الانجليزي اللي انا قلت لك عليها. طيب هيجي لك، انا هحط رقمك واللي يجي لك مش هيقول لك جاي من طرف انا، خلاص كده ما جراش حاجه، المهم في نفع وخلاص يعني. اي حاجه انت بالنسبه للي عندك، انت قلت لي الربع اللي عندي اللي عندي خلاص انا هجيبه لك. قلت لي في جنيه ام كلثوم ولا جنيه ام كلثوم ده انت اللي لا انا عاوزاه عشان خاطر في زبون عايزه منك يعني. بالظبط كده. خلاص هجيبه لك جنيه ام كلثوم، بس انت اتفقتي معايا على سعره ولا هجيبه واغرقك؟ لا ما انا دلوقتي مش، اصل انا بالنسبه لي في مكسب لي انا 20 خلاص يعني. دلوقتي جايب 400 جنيه. انت بالنسبه لك انت ما اعرفش الدنيا معاكي متفقه ولا مش متفقه، ما اعرفش. لا انا نزلت اشوف النهارده بكام. ماشي، قلت والله ما انا معاك، انت اللي بتجيبه قلت بس انت ما جراش حاجه، انت عايزه اي حاجه في التذكاري دي شغلتي انا. لو عايزه طقم سوزان مبارك الجنيه والخمسه جيبهولك. اي نوادر في التذكاري شغلتي انا من زمان كده. اي حد غيرك بيجي ياخد يطلب مني بروح له البيت اجيب له شغل انا بس يعني. ممكن اروح يعني، في ناس طلبت مني في ميدان ابن الحكم بيعه زمان بشيل فلاني اللي هو بيعه كبيره برضه عملات يعني. مثلا ضرب طلب مني ايه باريزه وشيلن السلطه اللي هو سلطان فؤاد، بس دول قليلين، باريزه والشيلن والحته بقرش. قال لي دول قليل مش موجودين عندي، فجبتهم له. قال لي عايز طقم سوزان، قلت له ماشي. قال لي طب انا عايز 5 شهور، قلت له ماشي. ما هو قال لي دي مش عندي. فلما جيت اساله على حاجات تانية قال لي كل اللي انت تتخيله عندي. عايز 100 معبد عندي، قلت له الراجل ده لوحده في ميدان الحكم ده زمالك، راجل محترم يعني، شيك في نفسه، عربي بتاعه مرتاح من كم سوزان عندك كام دلوقتي بقى؟ لا طقم سوزان النهارده انا كنت جايبه له زمان لا مؤاخذه كنت واخده ب 750 جنيه وبعته له ب 1000 ونص زمان. النهارده عشان تدوري عليه ممكن يعدي ال 2000 جنيه. 2000 جنيه ده طقم سوزان. الخمسه بتاعت حسني مبارك 5 جنيه بس اللي اتعملت له، بس دي قليله عشان النهارده ممكن تعملها سكه 20 جنيه ده لو موجوده. لا موجود. انا شفتها زمان مره واحده بس، اللي هي الخمسه بتاعت الفضه، انما ما شلتهاش في ايدي بصراحه، كان واحد معرفه ليه. لكن طقم السوزان ده اللي انا شلته وجبته، وطقم الشعراوي الجنيه والخمسه كان بيجيني جنيهات والله كنت بطلعها ببلاش زمان يعني. انما النهارده جنيه شعراوي عندك. هتصل بيك بكره ان شاء الله واقول لك ايه اللي عاوزاها منك بالظبط. انت شوفي اللي طالباه بس بقى ابعتي لي رساله على التليفون وقولي لي مثلا انا محتاجه كذا وكذا وكذا وكذا. بس خلاص اتفقنا. تمام كده. تمام. وانا اشوف لو متفقين اصوره وابعتهم لك.